سلام سلام، اهلا وسهلا في قناه كنزه كويزين. اليوم ان شاء الله حندير معكم صابلي يجي بزاف بنين ويجي دوبان ويجي فيه من برا هذيك القرمشه ويجي بزاف هايل. اذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي اكبر عدد من اللايكات. هنا بسم الله نبداو في الوصفه. انا هنا الوصفه درت نصف الكميه، درت 125 غرام مارغرين بدرجه حراره الغرفه. هنا درت نص كاس تاع سكر كلاص، سكر ناعم، لازم تستعملوا السكر ناعم في الصابلي تاعكم. وراني دايرت لكم في القناه عده وصفات تاع الصابلي تقدروا تجربوهم. هنايا درت حوالي 5 مغارف كبار الزيت. هنا درت حبه بيض متوسطه الحجم تاعها. هنا كما كتشوفوا الصابلي خلط كلش على جهه. هنا درت رشه ملح ومغرف صغيره تاع لافاني. كما قلت لكم انا هنا خلطت كلش على جهه، كما عندي طريقه تاع كل حاجه تخلط وحدها. نتوما الطريقه اللي تساعدكم تقدروا تخدموا بها. لكن هاد الصابلي يجي بزاف هاي. شوفوا لا مارغرين تاعنا حتى نوعا ما خليط تاعنا بيض خلطناها مليح. حنا نجيبو 260 حتى 270 غرام فارينه، ونديرو هنا نص مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، ونبداو نجمعوا الخليط تاعنا. الفارينه نبداو نضيفو بالتدريج. شوفوا لاباط تاعنا كيفاه راهي، كيفاه راهي طريه ما تلاصقش فقط في الايادي. هنا نجيبو نفتحوها بابي كويسون ولا بصاشي انتي باش تحبين نفتحوها، ومن بعد نديروها كما قلت لكم البنات. انا هنا درت نصف الكميه، وهنا درتها بهذا الشكل بهذا لابيك. درت لها هكا هذوك في الثقوب تاعها صابلي عادي كيما تاع زمان، فقط زدت له دوك الثقوب. وكما كتشوفوا يجي بزاف هايل. طيبته على 160 درجه. شوفوا كيف ياخذ لنا لا كولور من تحت بيان دوغي، ومن فوق نخلوه تحبوا تخلوه بيض تحبوا تاخذ لا كولور دوغي. شوفوا كيفاه جا مبسس وجا بزاف بنين، جا يذوب ذوبان، جا بزاف هايل ومرمل. شوفوا هذا الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه تاع الحلوات تاعنا. بالنسبه للبنات انا هذه الكميه اللي درتها تعطيكم 16 حبه. اذا حاب ضعفوا المقادير ما عليكم غير ضعفوا المقادير، لاخاطش انا هذا الطابع تاعي كيما راكم تشوفوا الحجم تاعو متوسط، ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف، لاخاطش الحجم متوسط. دارت لي 16 حبه 16 حبه مع بعضهم.